هنعمل النهاردة الراعي الرسمي لللانش بوكس طول العام الدراسي، لذيذ جنب كوباية قهوة كده وغني بطعم الشوكولاتة وهو مافين الشوكولاتة. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير مع اصحابكم، ولو لسه مشتركتش اشتركوا، ولو اول مرة تشوفوني انا مي. هنحتاج كوبايتين من الدقيق جميع الاغراض، وهنحتاج كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر ونص معلقة صغيرة من البيكنج صودا، وهنحتاج كمان بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، واحتاجت كمان كوباية. في الاول انا حطيت كوباية بس بعد ما عملته حسيت ان هو محتاج كمان شوية سكر، فانتوا لو بتحبوا الحاجة مسكرة شوية حطوا كوباية وربع. واحتاجت كمان كوباية وربع من اللبن الرايب، و3 معالق كاكاو كبيرة، ونص كوباية زيت، وبس كده. هحط بقى البيكنج باودر والبيكنج صودا والكاكاو، واهم حاجة تكون معلقة الكاكاو يعني ملانة زي ما انتوا شايفين كده، واقلب تقليبة واركنهم على جنب. اول ما بشتغل في الكيك بنشغل الفرن على طول. نبدأ بقى نحط في البولة بتاعتنا السكر والبيض والفانيليا، ونضرب بالمضرب اليدوي كده، مش محتاجين لا مضرب كهربائي ولا خلاط. تقليبة كده لحد ما السكر نوعا ما ان هو يبدأ يدوب. انزل كمان الزيت واقلب برضو تقليبة كده. وصفة المافن الأصلية بيتحط ميكس زبادي مع لبن رايب أو ميكس زبادي مع لبن عادي، بس أنا ما كانش عندي غير لبن رايب، كنت مطلعة كده أعمل شاي بلبن للولاد ولقيته راب فقلت استعمله. دلوقتي حطيت كوباية. يعني خليط المافنز غير خليط الكيك الكب كيك العادي، بيبقى تقيل شوية عن الكيك العادي. فاحنا حطينا الاول كوباية، وبعدين لقيت ان هي محتاجة كمان ربع كوباية، فحطيت كمان. فهنشوف كده الخليط، لو احتاج معانا ما نحط، لو محتاجش عن الكوباية برضك، عشان كل دقيق بيختلف عن الدقيق التاني. فانا حطيت في الاول كوباية زي ما انتوا شايفين، وحسيت ان القوام تقيل شوية، فهحط كمان يعني حوالي معلقتين كده في الاول كده واقلب. شفت لقيت القوام بدأ ان هو يظبط معايا، عايزينه قوامه بيبقى كده. خلاص كده القوام الكيك بتاعنا مظبوط او المافن مظبوط. نبدأ بقى نحط قطع من الشوكولاتة. ده كانت قطع شوكولاتة بالحليب، فما كانتش مسكرة قوي، عشان كده بقول لكم ان انا لقيته مش مسكر قوي. فلو انتم نوعية الشوكولاتة اللي انتوا هتستعملوها مسكرة، مش هخلوها كوباية سكر بس. بدأت بقى اجيب القالب الكب كيك، واحط بقى الكمية بتاعتنا. مش عايزين يعني كمية الكيك كتير في الورقة او في الكب، عشان ما ينفش قوي كده ويخرج بره القالب ويبقى شكله مش ظريف. بحط القالب بتاعي على صينية كده، وادخلها بقى الفرن في الرف الوسطاني، والنار بتكون شغالة من تحت، والمروحة كمان شغالة على درجة حرارة 180. ده لو فرنكم بوتاجاز. انا الفرن بتاعي كهربائي، حطيت يعني في الفرن الكهربائي، شغلت من فوق ومن تحت في الرف الاوسط على درجة حرارة 200. خدت معايا 30 دقيقة. لو في الفرن البوتاجاز زي ما بقول لكم، من اول 25 دقيقة كده حاولوا ان انتوا تختبروها، يعني بصوا من ورا الازاز كده وشوفوها. لقيتوها نفشت وبقت حلوة، اختبروها يا بسكينة يا بخلة سنان وشوفوها. فلان فرن عن فرن بيبقى يختلف شوية في التسوية. ده انا كمان كنت عاملة ميني كب كيك كده بالفانيليا، وحطيتها عليها شوكليت شيبس كده، الولاد بيحبوه، بس ورقة الكب بتاعتي كبيرة شوية، فعشان كده هتلاقوها داخلة في قلب الكيك. هبقى اعمل معاكم كمان مرة الكب كيك، لاننا بنعشق الكب كيك وما ينفعش كل يومين لازم نعمله. وبس كده.